السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم احبابي؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا ايمان ماهر، فضلا وليس امرا. يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل وتكملي الفيديو لحد الاخر، هيعجبك جدا الفيديوهات بتاعتنا والقناة بتاعتنا. وخدي لك لفة كده كل جوه القناة، تعجبك جدا جدا ان شاء الله. المهم بقى، وحشتوني جدا جدا جدا، وشكرا جدا جدا للناس اللي اشتركت في القناه. شكرا جدا للناس اللي اتصلت واللي بعتت وسالت. بجد والله العظيم، يعني انتوا رزق من عند ربنا. والله العظيم الناس اللي هي فعلا بيفرق معاها حد وعدم وجوده كام يوم، او الفتره اللي بيختفي فيها، او اللي بينشغل فيها، او بيحصل له حاجه، تلاقي ناس بتظهر لك كده وتبعت لك رساله حلوه في عز ما انت خلاص يعني مضغوط ومش طايق اي حاجه في حياتك، والدنيا بتبقى مش متظبطه نفسيا معاك. بتلاقي رساله كده جات لك، تحس ان ربنا باعت لك يعني حد قلبه ابيض ونضيف يهديك نفسيا. كميه الرسائل اللي جات لي، اللهم لك الحمد. والناس اللي بعتت تسال انت فين، انت مختفيه ليه، ارجعي كملي فيديوهاتك تاني، انت وحشتينا، انت بتعملي حماس، انت بتدينا طاقه للترويق والتنظيف ونظبط بيوتنا. ارجعي تاني يا امان زي ما كنتي، استمري. والله يا حبايبي انا ما انقطعتش ولا انا وقفت القناه، بجد والله شكرا ليكم جدا كلكم. كل اللي بعت لي مسج وبعت يسال عليا، بجد والله ربنا يخليكم، بجد من الناس اللي متابعيني. ربنا يبارك لكم يا رب. وشكرا جدا 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 لكل اللي دخل جديد في القناه، واهلا بيكم ونورتوني وكبرتوا القناه. وان شاء الله القناه تكبر اكتر واكتر بيكم، وربنا يا رب يجعل لي الخير ويجعل لكم الخير، يعني يجعل لنا الخير في وجودنا مع بعض في كل حاجه ان شاء الله. اسفه جدا على صوتي مبدئيا. انتوا عارفين بقى الشتاء وادوار البرد ما شاء الله يعني الادوار البرد بتعمل ايه. فوالله يعني انا مش قادره اقول لكم ان انا الكحه مبهدلاني. الحمد لله، يعني دي اول حاجه. مبدئيا بقى انا عزلت. طبعا انتوا من بدايه الفيديو كده الناس اللي متابعاني هيبقوا عارفين ان دي مش شقه ايمان، مش دي الشقه اللي هي كانت بتصور لنا منها. والناس اللي دخلت جديد وشافت فيديوهات من اللي انا كنت منزلها الفتره اللي فاتت، هتعرفوا ان في اختلاف جدا ما بين الفيديوهات دي، الفيديو ده والفيديوهات اللي فاتت. تمام. انا عزلت يا ولاد، سبت شقتي في فيصل وجيت الشقه في اكتوبر في الاسكان الاجتماعي. تمام. الاسكان الاجتماعي 800 فدان، مش في مايو ومش في دهشور ومش الحاجات دي. انا في 800 فدان. اسكان اجتماعي هو عدة مشاريع، انا في المشروع بتاع 800 فدان. تمام. بجد والله وحشتوني جدا 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 فوق ما تتخيلوا. وان شاء الله هرجع اكمل فيديوهات تاني معاكم واستمر. وان شاء الله هوريكم الشقه بتفاصيلها وكل حاجه. بس انا انتوا عارفين الصناعيه واختلافات المواعيد والحاجات دي طبعا بيطلعوا الروح، يعني ربنا يعيننا ويعينهم ويرزقنا ويرزقهم. يعني برضو كل واحد يعني بيسعى على اكل عيشه. فمش عارفه اظبط معاهم مواعيد لسه عشان في حاجات عايزه تتعمل. ادينا اهو واحده واحده. بس ان شاء الله اول ما اخلص بقيه التفاصيل كلها باذن الله معلش معذره يعني، خلص بقيه التفاصيل وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هصور لكم الشقه كلها ونشوف الدنيا مع بعض باذن الله. تمام. بس اول حاجه بقى عملناها كده زي ما انتوا شفتوا، انا فتحت البلكونه، ودي اكتر حاجه بتريحني نفسيا الصبح من ساعه ما جيت هنا. ان انا بحب اخش اقعد في البلكونه ساعه كده الصبح مع نفسي قبل بنتي ما تصحى. يعني بنزل جوزي الشغل واقعد شويه في البلكونه، اعمل كوبايه القهوه مع اي سندوتش جبنه، اي معجنات عندي، اي حاجه، واخش اقعد بيها في البلكونه كده في هدوء بمعنى الكلمه. صوت عصافير خفيف مع شكل الزرع مع الريحه مع الهدوء بتاع ريحه الندى الصبح. لا لا يعني بجد جو تاني خالص بجد بحياة ربنا. فاللهم لك الحمد، يعني ربنا يديمها نعمة. بس فخلصت بقى فطاري بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده، ووريتكم بلكونه. وانا جبت زرعتين اللي انتوا شفتوهم انا سقيتهم دول، زرعه نعناع وزرعه برد قوش. الاتنين ريحتهم تحفه في البلكونه. اللهم لك الحمد. وعماله بقى بسقيهم وحافظ عليهم والحاجات دي. انا اول مره اتعامل مع زرع، بس انا حابه الموضوع جدا جدا يعني.
بس انا فطرت بقى زي ما انتوا شفتوا كده، عملت كوبايه القهوه بلبن بتاعتي. طبعا اللي متابعني من قبل كده عارف ان ايمان لازم تصحى من النوم تشرب كوبايه القهوه. خلاص يعني اللي متابعني حفظني بقى ان انا لازم اشرب كوبايه القهوه الصبح، وان انا لازم افوق والدنيا تبقى متظبطه معايا، ان انا لو ما شربتش كوبايه القهوه بلبن بتاعتي دي وبالذات الصبح. يعني انا عشان بس الناس اللي تقول لي يا امان بلاش قهوه على الريق والكلام ده، بصوا والله انا ما بشربش قهوه ساده، انا بشرب القهوه بلبن. تمام. كوبايه الريق دي لازم تبقى قهوه بلبن. ممكن اشرب تاني ده لو حصل، مش يوميا، بس انا اساسي عندي هي مره واحده قهوه في اليوم بتاعه الصبح دي اساسي. ممكن مره تانية اخر النهار لو انا قاعده كده وخلصت اللي ورايا وجوزي جه وعايز يشرب قهوه، فممكن نعمل بقى فنجان مش كوبايه. فاهمين قصدي؟ بس لكن وهم اصلا الدكاتره والله يعني قالوا ان هي فنجان قهوه في اليوم او 2 بالكتير صحي جدا ومفيهوش اي حاجه تضر. بس عامه يعني انا والله ما بفوقش من غيرها بجد، هي خلاص اصبحت ان هي حاجه اساسيه بالنسبه لي في صباح اليوم يعني. بس فانا شربت قهوتي وظبطت حالي وظبطت دماغي وظبطت دنيتي كده، ورحت قايله ايه بقى، يلا يا بنت يا امان قومي على مطبخك، ظبطيه وخلصيه وصوريه مع حبايبك ورجعي اتكلمي معاهم في فيديو كده، انتي وحشتيهم وهم كمان وحشوكي جدا. تمام. المواعين دي كانت عندي من امبارح بالليل بعد ما اتعشينا واتغدينا وكده، وتعمدت ان انا ما اغسلهاش. يعني كنت ممكن اغسلها والله، بس انا ما رضيتش اغسلها، قلت عشان اصحى اصور معاكم الصبح الفيديو وانا بغسل المواعين بصراحه. بس قمت بقى صورت معاكم الفيديو كده بعد ما فطرت، حطيت الكاميرا بتاعتي ويلا يا بت يا منى بقى كده نقفي كده وشجعي الناس الحلوين يا حبايبك. الناس بقى اللي كانوا بيقعدوا بيبعتوا لي كومنت ويبعتوا لي مسجات، احنا بنحب فقرة المواعين جدا عندك عشان بتعملي فيها رغاوي كتير وبتخلي الواحد نفسه يفرح ان هو يقوم يغسل المواعين بتاعته. هي فعلا والله لما بشوف حد بيبقى بيغسل مواعين بطريقة فيها رغاوي كده وكتير وحاجات وكده بتخليني عايزة اغسل المواعين كل شوية بصراحة وحياة ربنا. فالمنظر ده فعلا بيشجع وبيدي حماس كده. قومي يلا انت كمان مستنية ايه، قومي اغسلي مواعينك. ولو لحد دلوقتي ما صليتيش على النبي بسرعة بسرعة صلي على النبي، اذكري الله في قلبك، وحيدي الله، احمدوا ربنا على كل نعم ربنا لينا. فهي أكبر نعمة عندنا الصحة، الحمد لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. احمدوا ربنا جدا يا ولاد، صلي على النبي. ولو لحد دلوقتي لسه ما اشتركتيش في القناة استنيه ايه، اجري اشتركي بسرعة في القناة ودوسي على زر الجرس وابعتيلي كومنت حلو زيك اعرف انت منين بالظبط وبتتابعيني ازاي. بصوا بقى شفتوا الحلة كانت عاملة هباب ازاي، الحلة دي عاملة هباب ازاي، هقول لكم ايه اللي حصل. بص يا ستي، انا في الشقه بتاعتي التانية كان فيها غاز حلو، فلما جيت ركبت البوتاجاز بتوع الغاز شغلوا البوتاجاز على فونيا واسعه. الفونيا دي بتبقى حاجه جوه العين بتطلع او بتبقى هي اللي متحكمه في الغاز بيطلع قد ايه حلو للعين يعني. فالغاز الطبيعي بيبقى عايز فونيا واسعه، فهم بتوع الغاز وسعوا الفونيا حلو. فلما جيت هنا انا لسه الغاز ما تركبش فبستخدم انبوبه، الانبوبه بتبقى عايزه فونيا ضيقه. الحاجات دي انا فهمتها مؤخرا مش عارف عنها حاجه. فاحنا الحمد لله قدمنا على الغاز، فالمفروض ان هو يجي يركب في خلال الشهر ده، الله اعلم بقى امتى. انتوا عارفين الحكومه محدش بيفهم لها مواعيد، بس يعني نستبشر خير وان شاء الله هيجوا قريب. فان انا اغير فونيا ب150 ولا 200 جنيه دلوقتي للبوتاجاز وشهر واغير فونيا تاني، لا يبقى انا اولى بيها. استحمل انا الشهر دي ولا الفتره دي يعني، استحملها بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده وامري لله مش مهم. المهم يعني عشان محدش بس يقول لي امان انت حللك هببت، لا انا والله مش بيدي خالص غصب عني، بس انتوا شفتوها هببت وشفتوها بعد عامله ازاي، يعني شفتوها وهي منيله بنيله وشفتوها وهي بتلمع حلو. بس مفيش حاجه بتبقى صعبه في النظافه على ايمان ابدا ابدا. المهم بقى بصوا بقى القمر ده
ده اختراع يا كوتش زي ما بيتقال. آه اللهم صل وسلم على بارك على سيدنا محمد. صلي على النبي يلا. ده فيه بقى مذيب الدهون، قمر جدا 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 فوق مما تتخيلوا بمعنى الكلمة. جربيه والله ما هتندمي. هو بجد بالنسبة لي أنا كفاءته أعلى من كفاءة سيترس بكتير. سيترس غلي قوي وكفاءته قلت، أنا من وجهة نظري حاسة بكده. حاسة بالكفاءة قلت، بس طبعا الغليوة كلنا شايفين إن هو غلي. بس ففي بدالة قضى الغرض معايا حلو جدا، وكان قمر وبربرق وجميل وحلو وزي الفل. فلا يعني بيخلي الستانلس بيلمع بمعنى الكلمة. عارفين بيبقى فيه حتة كده جوه العيون، عين البوتاجاز، مش العين نفسها اللي بره دي، التانية اللي في البوتاجاز نفسها اللي من جوه، بتبقى فيه حتة كده دواخل صغيرة كده، بتحس ان هي اسودت سنة، اغمقت، عملت خطوط سودا. بيبقى وصولنا ليها صعب حتى لو بالفرشة بتاعت البوتاجاز. الوصول ليها بيبقى صعب جدا، ان هي بتبقى المكان بتاع الغاز عميق غويط شوية، فبيبقى دخولنا احنا جوه ليه صعب. ف البتاع ده هذا الاختراع العظيم بالنسبة لي الفيبا ده، لما برش هو فرتكهم بمعنى الكلمة. هتشوفيه انا كانت عندي العين الكبيرة اللي في النص دي، اللي شوفي اي فيديو ليها تلاقي فيه حواف بتاعتها كلها مسودة، انا مش عارفة انضفها، ولا فرشة نافعة معاها، ولا بالليفة ولا بالسلكة. كانت بتوجعني جدا، بتوجعني ايدي جدا. ده بنسبة 70% شالها من مرتين 3 استخدام للبوتاجاز بيه، ومن غير ما كنت بدعك ناحيتها بصراحة. بس بصراحة لا، هو وهم جدا، وهتشوفوا معايا نتيجة البوتاجاز حلو جدا. وعلى فكرة هو متعدد الاستخدام، يعني مش ده بس، انا بعمل بيه بوتاجاز، بعمل الحوض، لو السيراميك اللي حوالين البوتاجاز، الشباك الألمونتال اللي فوق البوتاجاز، الحاجات اللي هي ايه كده فيها نسبة دهنانة شوية. بس بصراحة والله بيخلي الدنيا بتلمع وحلو جدا جدا. بس وبتجيبيه معاه الجلافز بتاعه، يعني انت بتشتري العبوة دي بيدوكي ليها معاها هدية 2 جوانتي معلش انا اسفين، زكام بقى انتوا عارفين. المهم يعني ربنا يعفو عننا وعنكم يا رب. لازم تلبسي الجوانتي، يعني نصيحة مني، البسي الجوانتي وانت بتدعكي بيه، هو فعلا شديد على الايد شويتين. فالبسي الجوانتي، لان انا جربته مرة من غير الجوانتي، او مش مرة، مرتين 3 بصراحة. استهبلت كده وقلت ده انا هدعك بسرعة بوتاجاز وهمسحه يعني. عمل لي اللهم صل على النبي، عمل لي يعني زي حتة جلد كده في حروف صوابعي اتشالت، فكان الموضوع مؤلم جدا. فحرمت بقى، قلت بعد كده ان شاء الله اكون همسح بالحته هلبس جوانتي برضو. فبصراحه يعني انا كنت غلطانه جدا ان انا عملت كده. فانا بقول لك يعني مشكلته معايا كانت في النقطه دي بس، ان هو شديد جدا على الايد، لكن كنظافه هو قمر بصراحه. وهتشوفوا معايا، انا هوريكي الحاجه بنفسك، والقطنه ما بتكذبش. والله يعني انا هوريكي كل حاجه بصراحه يعني على الواقع. تمام. عملت بيه البوتاجاز كده بقى. بس انا صحيح انا ما بعملش بيه بوتاجاز كل يوم، ولا كل ما بغسل البوتاجاز بعد الاكل ولا الحاجات دي ولا الحوض بعمل بيه. بصوا اللمعه، معلش انا هرجع اكمل كلام. بصوا لمعه الستانلس عامله ازاي، والله قمر، والله قمر. تمام. وهستخدمها برضو في الحوض اهو. بصوا المنظر بقى، هي كام بخ حلو جدا جدا. بصوا بقى وعلى فكرة هو اللي بيرغي، انا مش حاطه اي حاجة على السبونشة نهائي، هي ميه بس. هو اللي بيعمل الرغوة دي، هو بيطلع فوم برغوة، رغوته حلوة جدا، رغوته عالية على فكرة. يعني الناس اللي بتحب الرغوة، هو رغوته عالية، بيرغي قوي وحلو جدا، وريحته مش نفاذة، مش الريحة اللي تخنقك قوي. هو فيه ريحة، مبقاش بس بقول كلام مش صح،
بس ريحته مش نفاذة قوي، ريحته بسيطة. بصوا بقى المنظر هتشوفوه دلوقتي، قمر جدا. انا بقى استخدامي ليه مش يومي خالص، يعني انا بكبيري ممكن مرتين في الاسبوع، مرة في الاسبوع. بقيت طب بتغسلي بقيت البوتاجاز ازاي على مدار الاسبوع والحوض؟ عادي بقى، حبة صابون مواعين، حبة برسيل جل، حبة اريال جل، حبة طبعا برسيل واريال هما مقاطعة، انا بتكلم عن حاجات الجل عامة، او انا عامة بستخدم اوكس جل. حبة كولوريكس الوان، وكولوريكس طبعا مقاطعة، فانا بستخدم كولوريل بداله، فالكولوريل جل برضو شغال. حبة مسحوق اوكسي نفسه بودر على البوتاجاز على الحوض، بيدي برضو لمعة حلوة جدا وجميل، بيدي ريحة حلوة بجد. فانا بالنسبة لي فيبا ده مش استخدام يومي، عشان انا صعب ان انا استخدم على الحاجة دي مذيب دهون بقوته ده ما شاء الله عليه يعني يوميا، لا طبعا. وكمان احافظ على حاجتي، وكمان اقتصد في استخدام حاجة حلوة وجميلة وكده، احافظ عليها. سعره مش غالي، حاجة ب30 جنيه بس، برضو ليه استخدمه كل يوم ويخلص في خلال اسبوعين 3؟ ما انا يقعد معايا شهرين، واستخدمه مرة مرتين في الاسبوع. بصوا بقى لمعة الحوض، بصي المنظر، بصي بقى وافرحي. بصوا الحوض بيلمع ازاي يا جدعان، بصوا يا حلوين، بصوا يا حبايب قلب منى، قمر والله قمر. بصي بقى، رحت خلصت كده انا بالنسبه لي البوتاجاز والمطبخ بيلمع والحاجه. هعرفكم برضو تفاصيل المطبخ، انا جبته ازاي ومنين والحاجات دي كلها، وحصل معايا ايه المواقف بتاعته، عشان ده مش مطبخي، يعني ده مش اللي انا كنت بصور بيه معاكم، وايه اللي حصل كل ده هتكلم معاكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. يعني ربنا معانا ومعاكم، يعني انا كده كده معاكم باستمرار ان شاء الله الفتره الجايه، يعني هحاول على قد ما اقدر. المهم، المساحه الباركيه دي، يعني دي ايدي ورجلي في البيت، حياة ربنا ايدي ورجلي في البيت. بصوا بقى، انا كنست الارض، حطيت ايه في الارض؟ حبة صابون مواعين، اقسم بالله يعني حاجة قمر. حبة فيبا، انا بستخدم فيبا، واللي عارفني عارف ان انا بستخدم فيبا. حبة صغيرة كده مخففين، وعليهم فنجانين مية، او فنجان مية بتاعت القهوة ده بس. ومسكت بقى دي، ولا جردل ولا الشتا، عايز تلميع تنظيف كده حلو، لكن تغريق المية ده بصراحة اللي انا بعمله وبحبه ده في الصيف، يعني انا معاكم جدا في الموضوع ده. المهم خلصت بقى المطبخ، وعود بخور كده قمر بتاع قرابيس كده، انا بحب ريحته جدا، وشغلته في المبخره. مش قادره اقول لكم ريحه المطبخ كانت عامله ازاي، قمر والله العظيم قمر. بس كده، بصوا بقى الحلاوه، بصوا بقى النظافه. طبعا التلاجة والديب فريزر ان شاء الله داخلين على تنظيفات حلوه جدا الفتره الجايه، عشان رمضان بقى نبتدي بقى نعمل تفريزات رمضان والحاجه اللي هنشيلها عشان رمضان. ف هنتكلم مع بعض الفتره الجايه باستفاضه اكتر عن الموضوع ده، تمام. بصوا بقى نظافه الستانلس، بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، يا جماعه والله الموضوع تحفه، تحفه. جربوه هاتيه وعلى ضمانتي، ما تقلقيش. بس ده كان مطبخي بقى، والبخور شغال فيه كده، والدنيا هاديه فيه جدا. ده مطبخي البسيط المتواضع الجميل الحلو القمر اللي انا بحبه وما بستغناش عنه. ربنا يبارك لي فيه ويبارك لكم في حاجتكم يا رب، ويفرحكم بيها، ويرضيكم بحاجاتكم دايما وبحياتكم. هتوحشوني جدا لحد الفيديو اللي فات، متنسوش تعملوا لايك. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.